السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومشمش. بنسلم على كل أصدقاء طقطق وأصدقاء مشمش كمان. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكلكم بصحة وسعادة ومبسوطين كلكم زي ما أنا مبسوطة. مبسوطة من إيه؟ مبسوطة بتعليقاتكم الحلوة اللي بتجيلي وبتفرحني. والله مش قادرة أقول لكم قد إيه أنتوا بترفعوا من روحي المعنوية. بجد أنا ببقى محتاجة بس إيه منكم دعم كده، وأنتوا بصراحة ما بتأثروش في الدعم ليا. متشكرة ليكم جدا ومبسوطة بيكم كلكم. وطبعا بفكركم كل اللي عايز حاجه انا عينيا الاتنين ليه، ما عنديش اي مشكله. النهارده بقى عامله لكم حاجه جديده صعبه وسهله. بصوا بقى يا جماعه، النهارده الاكل على طريقه اتنين بحبهم جدا، حماتي واختي. اختي علمتني شويه حاجات من الاكل بتاع النهارده، وحماتي علمتني شويه حاجات تانية. هقول لكم اختي علمتني ايه وهقول لكم حماتي عرفتني على ايه. يلا بينا نتعرف على الغدا النهارده ويا رب يعجبكم. تعالوا كده بقى. اول حاجه دي كوارع، زي ما وعدتكم قبل كده ان انا هعمل لكم كوارع. بس خدوا بالكم، انا ما باكلش الكوارع العجالي، باكل بس الكوارع الجملي. ماشي؟ طبعا الكوارع العجالي تحفه وانا بعملها في البيت للولاد ولجوزي، حلوه جدا، بس انا ما باكلش غير الجملي بس. ماشي؟ دي كوارع جملي. وده ورق عنب طبعا للكوارع، لازم يبقى موجود جنب الكوارع الجملي، لازم يكون في شويه ورق عنب طبعا. دي بقى اللي حماتي علمتها لي. بصوا كده، دي كرشه، احلى كرشه ممكن تدوقوها. على فكره انا اول جوازي ما كنتش باكل الكرشه خالص، ولا كنت بحبها، ولا بصراحه بحب ريحتها. بصوا نضيفه ازاي وجميله ازاي، شكلها يفتح النفس. ماشي؟ ما كنتش بحبها وهي بصراحه علمتها لي. هي شطوره قوي في حوار الكرشه ده، احسن واحده دوقتني كرشه. بصراحه ما بعرفش اكل الكرشه غير من ايديها، تسلم ايديها عليها. طبعا هنا في خضره كتير، لان معايا طبعا في ممبار وفي ورق عنب برضه هنحشي بيه الخضره. يعني هنا ممبار النهارده للغدا، ممبار وكوارع وورق عنب وكرشه وقوطه للممبار، زي ما عودتكم ان الممبار، لان زي ما عودتكم الممبار ني في ني. هنا ده البصل طبعا بتاع الورق عنب والممبار. فاحنا ايه، ودي التوابل طبعا الحلوه بتاعتنا، ملح وقرص ماجي. طبعا هتقولي لي القرفه دي ايه لازمتها طقطق؟ هقول لكم القرفه دي حاجه خفيفه جدا، انا كمان يمكن ما احطهاش كلها، احط حته صغيره منها. ليه؟ علشان الكرشه وانا بسلقها هحط عليها القرفه، هحط حته صغيره من القرفه بس. وده فلفل اسود وسنه سكر صغيره عشان بس يعادل ايه القوطه اللي في الممبار. تمام؟ ودي طبعا معلقتين الصلصه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت للممبار وما كانوش عندي. المره دي الحمد لله جبت صلصه، افتكرت وانا تحت اني اجيب صلصه وهي. ماشي؟ النهارده بقى في حاجه كمان بس نسيت احطها لكم على الاكل، بس خليها مفاجاه. عامله لكم لحمه راس ولسان، برضو سهل وخفيف جدا بصراحه، بس نسيت اجيبه من جوه، هوريه لكم وانا بسلق. مين بقى اللي علمني لحمه الراس واللسان؟ هي برضو حماتي. اختي علمتني ازاي اعمل الكوارع والممبار، وحماتي ربنا يبارك لها علمتني ازاي اعمل الكرشه ولحمه الراس واللسان. صراحه كل واحد فيهم علمني حاجه، وانا مبسوطه بصراحه بتعليمهم ليا. وطبعا مش محتاجه اقول لكم كلكم اللي جرب اي حاجه يا ريت يقول لي عليها، عشان نفسي اشوف انتوا جربتوا ايه وعملتوا ايه. ماشي؟ هسيبكم دلوقتي وادخل المطبخ وارجع لكم تاني، وانتوا معايا في المطبخ بوريكم الكرشه، لان في حاجه مهمه قوي في الكرشه عايزاكم تشوفوها. في تكه مهمه محدش بيعملها غير حماتي، عايزاكم تشوفوها عشان تضيعوا اي ريحه في الكرشه. مش ممكن ان انتوا تدوقوا الكرشه بريحه او بطعم بعد التكه اللي انا هوريها لكم. خلاص؟ هسيبكم دلوقتي وارجع تاني وانا في المطبخ وبوريكم التكات بتاعت الكرشه وتكات الكوارع. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني زي ما وعدتكم وانا بحضر الاكل. يلا قربوا بقى معايا كده، هوريكم التكة المهمة اللي انا هوريها لكم تعملوا فيها الكرشة ازاي، بحاجة سهلة وبسيطة. قربوا كده، تعالوا بصوا الكرشة دي حلة على النار سخنة جدا جدا جدا. ماشي؟ ايه ده؟ انا نسيت اولع، شفتوا؟ نسيت اولع، معلش ثواني، هتسخن مننا دلوقتي. هنحط الكوارع برضو على النار. على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه، انا عامله النهارده لحمه راس وكوارع ولسان. ماشي؟ بس في حاجه، انا حد معزوم عندي النهارده ما بياكلش لحمه الراس ولا بياكل اللسان، خليها سر بينا بقى
مش هقول له ان ده لسان ولا هقول له ان دي لحمه راس. هعمل لحمه الراس بعد ما تتسلق احطها له في الطاجن واقول له ان دي لحمه عاديه، اما نشوف هو هياخد باله ولا لا. وفي التعليقات هرد عليكم واقول لكم في الفيديو الجاي يا ترى هو اخد باله من اللي انا عملته ولا ما خدش باله. تفتكروا هياخد باله ولا لا؟ اكيد مش هيعرف، بس لو محدش من الولاد قال له، لاني بنوتي الصغيره وانا بقول قدامها انا مش هقول ان دي لسان، راحت قالت لي على فكره يا ماما انا هقول له ان ده لسان. قلت لها ده انت لسانك طويل ما تقوليهولوش احنا عاملين لسان. راحت قالت لي لا انا هقول له بقى، انا هقول ان انت عامله لسان. قلت لها ماشي ماشي يا ست جودي. هعمل برضو معاكم دلوقتي وانا واقفه الصلصه بتاعت ورق عنب. ماشي، حاجه بسيطه خالص سهله اهي، زي ما وريتكم قبل كده التخديعه بتتعمل بمنتهى السهوله والسلاسه. ماشي، طبعا انا مولعه على الحله اللي هنزل فيها الكرشه، ما طفتش لسه، بس انا النهارده عشان الورق عنب مش كتير فمش هحط صلصه كتير المره دي، هعمل شويه صلصه صغيرين خالص، يعني حاجه كده تكفي حله صغيره. طبعا طالما في ممبار اي حاجه تانية بتتعمل جنبها ما بتبقاش حلوه قوي، هو الممبار اساسي في اي اكله للكوارع. بس فانا طبعا هعمل هعمل شويه صغيرين من التخديع. بصوا شويه البصل هم مش صغيرين، بس بعد عشان انا طبعا فرماهم في الكبه بعد ما يتحمروا شويه هيبقوا قليلين قوي، مش هيبقوا باينين اصلا. هنا الميه بتاعت الكوارع دي بعد ما تغلي غلوتين بالعدد هروح واخداها دلقاها وشطفه الكوارع حلو جدا تاني، مع اني انا شطفها كويس هشطفها تاني وادلق الميه بتاعتها واسيبها تتصفى، واروح حاطه ميه نظيفه وغسله الحله غسله حلو، واحط ميه نظيفه واروح مستنيه اول ما الميه تغلي تاني هروح نازله عليها بالكوارع واسيبها تستوي. الكوارع الجمل يا جماعه بتاخد سوا جامد جدا، بس بعد ما بتستوي وعلى النار هاديه كده بتطلع طعمها بجد بألف هنا وشفا عليكم. الحله هي لسه ما سخنتش، مش هحط كرشه برضو دلوقتي. التكه اللي انا بحكي لكم عليها ايه بقى؟ الكرشه اما بتتجاب طبعا وتتنضف كويس وتتنقع شويه في خل وملح وليمون بتطير اي زفره منها زي ما انتم شايفين كده. بصوا جميله ازاي وريحتها، ريحتها خل وليمون جدا، مفيش اي ريحه فيها. هنا بقى الحله دي لما بتسخن هنعمل هننزل فيها بالكرشه على طول، نبتدي نحط الكرشه ونقلب الكرشه تنزل كل الميه اللي فيها. الميه اللي فيها دي مش بتبقى نظيفه، بتبقى ميه زفره. سامعين التكه؟ انا عايزه التكه دي، هي التكه دي اللي انا عايزاها للكرشه بتاعتي. سامعين؟ هي دي بقى لا يمكن لا يمكن تشموا اي ريحه زفاره للكرشه بعد التكه دي. كده نفضل نقلب بقى على النار ما نطفيش عليها، نقلب كده اهو، هقلب كده على طول كده زي ما انتم شايفين كده، تقليب مستمر. ليه؟ تنزل بقى كل الميه اللي فيها. طبعا هتقولوا لي يا طب ما الميه اللي فيها دي ميه ملح وليمون وخل، هقول لكم اكيد طبعا، بس برضو لازم التكه دي مهمه جدا، حماتي اللي علمتها لي. التكه دي اهم حاجه. ليه بقى؟ ما بتخليش اي زفاره في الكرشه خالص، لا يمكن لا يمكن تخلي فيها زفاره. بصوا كده، بصوا الكرشه انا اصلا كنت مصفياها، بصوا الميه اللي خرجت منها برضو ولسه. هنقلب فيها كده تاني، هنفضل نقلب فيها كده طول ما احنا واقفين، وناخد الميه وندلقها في المصفى ونرجع نقلب تاني، وناخد الميه وندلقها ونرجع نقلب تاني كذا مره. ليه بقى؟ التقليب المستمر ليها بيخليها كل الميه اللي فيها بتقع فبتطير اي زفره فيها، فلا يمكن تلاقوا فيها اي زفاره. بصوا الميه، بصوا الميه بقت قد ايه؟ شايفين؟ كانوا شويه صغيرين خالص، بصوا بقوا قد ايه؟ شايفين الميه دي؟ الميه دي بقى اللي بتبقى زفره وبتخلي الكرشه زفره جدا. هي دي الميه اللي بتبقى ريحتها وحشه، ولو ما عملناش التشويحه الحلوه بتاعتنا دي. بصوا الميه كترت ازاي، وهوريكم تاني دلوقتي. ما عملناش التشويحه الحلوه بتاعتنا دي الميه بتبقى زفره قوي.
بعد ما بتتسلق وبعد ما بتتعمل في الصلصه برضو بتبقى زفره. بعد ما كنت هعمل الكرشه مع لحمه الراس في طبق حلويات كده، افتكرت ان اللي جاي لي ده عايزه اكله لحمه الراس واللسان من غير ما يكون عارف. فقلت لا، هعمل الكرشه لوحدها بالصلصه عشان ما يعرفش ان دي كرشه، لانه لو عرف، لانه ان دي لسان ولحمه راس، كرشه ايه؟ هو ما بياكلش الكرشه برضه. قلت لو عرف ان ده لسان ولحمه راس مش هيرضى ياكلها. اما نشوف بقى هيعرف ان دي لسان ولحمه راس ولا لا. ماشي. بصوا بقى اهي، غسلت الحله وانتوا معايا عشان الريحه، انا ما بحبش ريحه الكرشه دي خالص، مع طبعا تنظيفي للكرشه كويس وزي ما قلت لكم التشويحه الحلوه دي. ماشي. لا يمكن تلاقوا للكرشه ريحه. في تكات بسيطه كده بتدي للاكل تيست، مش ممكن بعديها تلاقوا اي ريحه لاي زفاره. التكات دي بقى بتاعت حماتي، في الكرشه دي بالذات بتاعت حماتي. اختي ما بتعملش كرشه، حماتي اللي بتعملها، فعشان كده انا اتعلمتها منها بس. وفي حاجات تانية كتير اتعلمتها من حماتي برضو بصراحه بعد الجواز. بصراحه اتعلمت من حماتي يعني ايه ان انا ابقى صبوره في كل حاجه في حياتي. اتعلمت اصبر شويه، مش كل حاجه اخدها على اعصابي واتنرفز بسرعه. كنت بتضايق بسرعه قوي على فكره، كنت من الناس اللي من اقل حاجه بتضايق. حماتي فضلت تكلمني كتير وقعدت تقول لي كتير ان احنا لازم نبقى بنستحمل شويه، واحنا طبعا علينا عامل اكتر من الرجاله، والرجاله شقيانين في شغلهم واحنا لازم نستحملهم. عشان كده زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب قوي قوي اني اعمل اكل، فدي متعتي، فما ببقاش متضايقه. بصوا الميه بتاعت الكوارع ازاي، لونها عامل ازاي. مش عجباني بقى اللون ده، انا مش بحب اللون ده. اول ما تغلي غلوتين هاخدها اصفيها وادلق الميه الوحشه دي واحط ميه نظيفه، بعد طبعا ما اغسل الحله كويس احط ميه نظيفه واستناها. اول ما تغلي اروح نازله عليها بالكوارع واوطي عليها النار خالص واسيبها تفضل بقى كده شغاله عليها النار على نار هاديه. يعني بعديها مثلا ايه، هي بصراحه بتاخد شويه وقت مش هضحك عليكم، يعني ممكن بعدها ب5 ساعات ولا حاجه ارجع ابص عليها، بس طبعا كل شويه باجي ازودها ميه سخنه عشان ما تقفش مني. بعديها بشويه وقت حلوين كده بروح جايه ونازله عليها بالميه السخنه، كل ما تنقص ميتها انزل بميه سخنه، تنقص تاني انزل تاني. تمام تمام. واول ما بتستوي بقى بعد مثلا 4 5 ساعات كده اروح عامله ايه، اروح جايه بقى كده وحط عليها الملح والفلفل والبصلايه الحلوه بتاعتي، تبقى تحفه. بصوا بقى تاني، بصوا تاني كده، عايزاكم تبصوا معايا. سامعين التكه؟ هي التكه دي، سامعين؟ سامعين التكه دي؟ هي دي اللي انا عايزاها. التكه دي هي اللي لا يمكن تخلي دي كرشه زفاره. باكد عليكم تاني، اللي مش عايز ياكل كرشه زفره يعمل اهم حاجه التكه دي. وانا بقلب كده هوريكم برضو الحله كانت نشفت والكرشه كانت برضو في المصفى، هوريكم تنزل ميه تاني ازاي. بصوا نزل دلوقتي كل ميتها، تشويحتين 3 بقى على حسب ما انتوا عايزين. عايز تشوحي مره 2 3 انت حره. ايه مالك؟ معلقه نضيفه تانية. بصوا التشويحه دي حرفيا هي اللي ما بتخليش اي زفاره في الكرشه. في ناس بقى بتعمل الكرشه ازاي؟ بصلصه وحمص. انا بعملها بصلصه بس بصراحه ما بحطش عليها حمص، بحط صلصه بس، مش هضحك عليكم يعني. عشان كده كده اصلا الولاد عندي بيحبوا الكرشه ياكلوها من الصلصه وخلاص خلصت، وانا كمان بسويها كويس قوي فبتبقى يا دوبك ايه، مهريه. بصوا بقى تعالوا معايا، بصوا تاني كده، بصوا 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 بصوا.
بصوا الميه، شايفين الميه اللي نزلت من الكرشه؟ بصوا باينه ازاي قدامكم اهي، شايفين اهي. دي الميه دي بقى مش حلوه، مش هنخليها تشربها. اوعوا حد يقول لي يا طقطق هتشرب ميتها، هقول لكم لا طبعا مش هتشربها. هنفضل نقلب كده نقلب كده لغايه لما تنزل كل الميه اللي فيها اللي زفره، ونروح برضو واخدينها مصفيينها تاني وخلاص بقى كده. تشوحيها مره 2 3 على حسب ما تحسي، كل ما تحسي ان فيها ريحه زفاره شوحي مره 2 3. بس انا بشوحها بصراحه شويه كده وخلاص. الله بصوا ريحتها بقى ما بقاش فيها اي ريحه. الله 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 بجد، مستنياكم تيجوا تتغدوا معانا. بصوا الميه، شايفين الميه؟ بصوا الميه دي زفره، دي الميه الزفره بتاعتها. شايفين؟ حماتي بقى اللي قالت لي على المعلومه المهمه دي، قالت لي عايزه تاكلي كرشه كويسه وما تحسيش بزفاره ليها، تعملي ايه؟ تشوحيها كده وترمي الميه اللي بتنزل منها مره واثنين وثلاثه، عمرك ما تشمي للكرشه ريحه. اقول لها يا ماما يعني معقوله هي الميه دي اللي بتخلي ليها ريحه زفاره؟ قالت لي اه تخيلي انت بقى. بغسل بس الحله اهو عشان بس ايه اوريكم برضو وانا بغسل الحله اهو كده، عشان احط ميه بقى واستناها تغلي وانزل عليها بالكرش على طول. يا ترى الولاد عاملين ايه في الامتحانات؟ اي حد عنده ولاد في الامتحانات يكتب لي، ربنا معاهم ان شاء الله يا رب ويوفقهم كلهم وييسر لهم الحال يا رب، ويجعل الامتحانات كلها سهله على الولاد يا رب. يا رب ان شاء الله باذن الله الامتحانات كلها تكون سهله على الولاد. طبعا اللي هيقول لي يا طقطق هي التوابل اللي انت حطيتيها دي للكوارع وللممبار وللورق عنب، الكوارع التتبيله كلها؟ هقول لكم لا طبعا مش ممكن، يعني ازاي؟ التوابل اللي انا حطيتها دي للكرشه بس. سنه السكر اللي انتوا هتسالوني عليها، ايوه بحط سنه سكر في الكرشه. ليه؟ عشان تعادل برضو المزازه بتاعت الطماطم. ماشي؟ فسنه سكر صغيره كده بتعادل المزازه. بصوا هنا، بصوا الكوارع، بصوا الكوارع، شايفين الريم ده؟ انا ما بحبش الريم ده. بصوا الريم ده لا 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 ملوش اي لازمه. تغلي، واول ما تغلي اروح واخداها مصفياها وشطفاها كويس وغاسله الحله حلو وحاطه ميه تسخن، واروح حاطه عليها الكوارع واسيبها بقى مع نفسها. ماشي؟ وهنا حمر البصله بتاعت التخديع زي ما عودتكم قبل كده ان ايه، انا بحب كل حاجه ليها طعمها. طبعا هتقولوا لي يعني احنا هنعمل ممبار وورق عنب هنعمل كل حاجه لوحدها؟ اقول لكم اه معلش اتعبوا معايا شويه. اتعبوا معايا شويه ازاي؟ ان انتوا تعملوا ايه؟ تعملوا تخديعه الممبار لوحدها وتخديعه المحشي كمان لوحدها. معلش شويه تعب صغيرين بس هيبسطوكوا بعد كده في الطعم، والولاد كمان هيتبسطوا قوي بالاكل. عايزين نفتح على الفسيخ بقى، عايزين نفتح على الفسيخ مع بعض. ماشي؟ عشان نشوفوا كده اخباره ايه، دنيته وصلت لغايه فين. الناس اللي كتبت لي في التعليقات عايزين فسيخ، عينيا الاتنين ليهم. واحده صاحبتنا اسمها شيرين طلبت مني فسيخ، عينيا الاتنين ليكي يا شوشو، اللي انت عايزاه كله عينيا الاتنين ليكي. وواحده تانية اسمها كريمه طلبت مني فسيخ، عينيا الاتنين ليكي يا كوكو، اللي انتوا عايزينه. اي حد عايز فسيخ عينيا الاتنين ليه، بس كده انتوا تأمروني. انا بنتي اللي كانت طالعه معايا في الفيديو المره اللي فاتت، ميار اللي كانت كبيره دي اللي كانت لابسه زهري زيي، بس والله احنا ما كناش مطقمين، ده هي جت صدفه كده ان احنا الاتنين كنا لابسين نفس اللون. انا طبعا كنت بعرفها عليكم لما سالتها اسمك ايه،
بس عايزاكم تتعرفوا على ميار. بعد كده ان شاء الله هطلعها معايا في الفيديوهات، بس هي بس عندها امتحانات اليومين دول، ادعوا لها بس ربنا معاها ماشي، وهطلعها معايا بعد كده. طبعا انا مش عايزه اقفل الكاميرا الا لما تشوفوا بس معايا ايه الكوارع وهي. بصوا الريم بتاعها، بصوا كل ما هتبتدي تغلي. دي معلقه الكرشه صح؟ دي لا، شيل معلقه الكرشه وناخد معلقه للكوارع. هتقولوا لي انت بتوسخي معالق كتير وانت واقفه، بصراحه بس بحب ادي كل حاجه في الاكل حقها. بصوا عايزه بس تغلي غلوه واحده عشان ارمي الميه الوحشه دي بالريم بتاعها ده كله، واحطها ايه ميه نظيفه ماشي تغلي. بس نفسي عايزه يعني قومي بقى، قومي يلا، قومي بسرعه معايا. هنا مفيش زيت زي ما عودتكم، ما بحبش احط في الاكل زيت وسمنه كتير، شويه زيت صغيرين بس للمحشي. عارفين بقى الجو ساقع والواحد عنده برد اليومين دول. اكتر حاجه ماسكه في الواحد اليومين دول دور البرد، ربنا يشفينا يا رب. مش عارفه دور البرد تحس ان هو قريبي، سيبني يومين ويرجع لي تاني بسرعه. الناس كلها اليومين دول عندهم برد، سلامتهم ربنا يشفيهم يا رب. بس انا كنت والله كويسه من كام يوم. الولاد طلبوا مني سمك، عملت لهم سمك وظهر عليا البرد بقى بعديها. بس الكوارع اهي هتطلع البرد ان شاء الله. دوقكم بقى شويه شوربه من الكوارع دي ملهاش حل. ليه بقى؟ عشان هنرمي الميه الوحشه دي ونحط ميه نظيفه ماشي. اسيبكم انا بقى دلوقتي ماشي، وانا ايه اهي بصوا ابتدت تطلع الريم بتاعها ازاي، شايفين؟ هرجع لكم بقى برضو تاني وانا بعمل المحشي الورق عنب ماشي. هرجع لكم تاني وانا بعمل محشي الورق عنب وايه تاني والممبار وانا بحشيه طبعا. هرجع لكم تاني وتاني، وهتكون طبعا الكوارع دي رميت ميتها الوحشه وحطيت ميه نظيفه عشان تعجبكم وتشوفوا برضو ايه شكلها حلو ازاي. هرجع لكم تاني بس عشان ما اطولش عليكم. سلام دلوقتي، استنوني تاني. ورحمه الله وبركاته من قناه طقطق ومشمش، بنسلم عليكم وبقول لكم رجعت لكم تاني بعد ما ظبطت تخديعه المحشي اهي ماشي. عملت التخديعه والخضره وكله تمام وحطيته وظبطت الملح تمام. عملت خلطه الممبار اهي، القوطه والبصل والخضره ني في ني كله، معلقتين صلصه تمام. ده الممبار اهو مقطعه قطع صغيره زي ما عودتكم قبل كده ووريتكم ماشي. ده الورق عنب اهو بصوا. بس انا بقى عندي حاجه صغيره هعرفكم عليها، انا ما بعرفش احشي ورق عنب بسرعه. بصوا بقى دي مشكلتي. وبعدين بحب الورق عنب بيبقى رفيع فباخد وقتي فيه على الاخر خالص، ما بحشيش بسرعه خالص. لو الولاد عندي طالبين ورق عنب بمنتهى الصراحه بعملها قبلها بيوم، ممكن اسهر عليه كده طول الليل عشان تاني يوم يقوموا على الغدا يلاقوه جاهز. لكن هضحك عليكم بقى واقول لكم ده انا شطوره انا بحشي ورق عنب بسرعه، لا بصراحه لا خالص. انا بطيئه قوي في الورق عنب. في الكرنب لا سريعه، لكن بصوا في الورق عنب يعني الشويه دول ممكن ياخدوا معايا ساعتين 3 حرفيا، ساعتين 3. ليه؟ عشان انا بصراحه بحب الفه كده ايه بروقان. في ناس بقى تقول لي ايه لا احنا شطورين قوي في الورق عنب وبنحشيه بسرعه، اقعد اقول لهم يا بختكم. طب قولوا لي، طيب ليا واحده صاحبتي تقول لي انا شطوره بحشي الورق عنب بسرعه، تقول لها يا بختي بصراحه. بتقول لي هاتي المكنه بتاعه الورق عنب، انا يعني مش مرجحاها بصراحه، بحس ان هي بتاخد بس الورق الكبير مش كل الورق اهو. بصوا بحشي مع كل ورق عنب ازاي. وبرده بعد ما بحشيه كده اهو كده، طبعا انتوا عارفين ان الورق عنب لازم يتلم من الجناب كلها كده. عارفين بقى لو الكوارع كانت مستويه كمان كنت هقطع قطع كوارع صغيره واحشيها جوه الورق عنب، يبقى الورق عنب بالكوارع
واحطه في طاجن واحطه في الشوربه وادخله الفرن، كان هيبقى خطير. ومره بقى هبقى اشيل حته كوارع كده من وراهم وابقى اعمل ورق عنب واوريكم ورق عنب بالكوارع في الطاجن، ملوش حل. كنت زمان باكله في المطعم كده كوارع بالورق عنب. طبعا بعد ما اتجوزت وجوزي بقى ايه زي ما قلت لكم قبل كده مش بيحب اكل الشارع، فبيقول لي ايه اعمليهولنا انتي في البيت، فانا بصراحه بعمله بقى. بس لما ببقى سلقت الكوارع قبليها بشويه وقت يعني قبل ما ابتدي احشي وكده، بروح عامله ايه، بروح واخده حته من الكوارع اقطعها قطع صغيره خالص خالص، يعني قطع ما بتبقاش باينه، تخش جوه لفه الورق عنب كده ما بتبقاش باينه خالص. بروح مقطعها قطع صغيره وحشيها بقى ايه مع الورق عنب، بتبقى جميله وطعمها خفيفه. والطاجن كمان لما بيخش الفرن بيبقى فيه شوربه كتير، بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا هتقولي لي الورق لفه كبيره، هقول لكم والله بحاول على قد ما اقدر اصغرها، والله بحاول اهي، بصوا بحاول، عماله احاول معاكم بس مش عارفه برضو. بصوا مش عارفه ما بعرفش الف ورق عنب حلو يعني، هو حلو وكل حاجه وعندي بنوتي بتحبه، بس ايه لازم دايما الورق عنب معايا يطلع كبير، الكروم بيطلع مظبوط معايا سبحان الله. طبعا ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم انتوا كمان يا رب. طبعا انتوا شاطرين جدا ما شاء الله عليكم، يعني كل اصدقائنا يعني ما شاء الله شاطرين، اصدقاء طقطق ومش شاطرين قوي. انا على فكره عارفه ان انتوا اشطر مني، مش محتاجه يعني ايه اقول ان انتوا شاطرين ولا حاجه، انتوا ما شاء الله عليكم كلكم يعني. انا بس هسيبكم كده في الايه، هحشي معاكم الممبار برضو، هوريكم تاني احشي معاكم الممبار تاني، يعني هسيب الورق عنب ده هحشيه انا بقى مع نفسي، عشان انا ايه زي ما قلت لكم كده الورق عنب بياخد مني شويه وقت، يعني مش بحشيه بسرعه بصراحه، فهياخد مني شويه وقت. هحشي انا الورق عنب مع نفسي، وهحشي صباعين 3 ممبار قدامكم كده برضو عشان تشوفوني تاني، مع اني انا حشيت قبل كده قدامكم ممبار ووريتكم طريقته سهله ازاي، بس ما فيش مشكله يعني، هو انتوا عارفين انا يدوني بس انا ممبار احشيه وانا احشيه على طول، ما يقولوليش يحشي ورق عنب، احشي ممبار احشي كرنب، لكن ما حدش يقول لي يا سمر احشي لنا ورق عنب. احشي ورق عنب اقول لهم سيبوني مع نفسي بقى، شغل كده ايه تلفزيون واقعد كده بالترابيزه الحلوه بتاعتي دي قدام التلفزيون كده مع نفسي، واقعد بقى ايه اتسلى في الورق عنب زي ما انتوا شايفين كده، باخد وقت فيه شويه. عارفين المره اللي فاتت لما سبتكم وحشيت حله الكرنب، والله حرفيا ما خدتش مني وقت خالص، دي برضو ايه الممبار ما بياخدش معايا وقت، اللي بياخد بس معايا وقت هو ايه الورق عنب، بس ما فيش مشكله ماشي. انا هعدله وهيشوف انا هعمل فيه ايه، هحشيه برضو بصوا زي ما قلت لكم قبل كده، طبعا الممبار ما بيتمليش على اخره عشان ما يفرقعش مننا ماشي اهو. شايفين الصوابع فاضيه ازاي، بصوا كده اهي، بصوا فاضيه ازاي ماشي. ربنا يحسن طبعا ما بين ايديا وما بين ايديكم انتوا كمان يا رب ماشي. انا هسيبكم بقى كده دلوقتي ماشي، وارجع لكم تاني بقى بعد ما الممبار يستوي وانا بحمره، هوريكم هحمره ازاي، انا بحبه مقرمش شويه، هوريكم وانا بحمره ماشي، يكون الورق عنب استوى طبعا ويكون الكوارع استوت كمان والكرشه تكون استوت وعملتها. هرجع لكم بقى ايه بعد ما اخلص كل الحاجه واوريكم التفنيشات الاخيره عشان تشوفوا بقى شكل الاكل حلو ازاي، ويا رب اكون بعرف اعمل اكل حلو زيكم.
مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومشمش. بسلم عليكم وبقول لكم يلا تعالوا اتغدوا معايا بألف هنا وشفا. الأكل أهو جاهز، الورق عنب والممبار والكرشة واللحمة والكوارع الحلوة. يلا مستنيينكم. هدوق بس معاكم كده حاجة سريعة وهنادي طارق يدوق معايا. طاطا تعالى كده دوق، قولي ايه الأخبار. بجد الورق عنب تحفة يا جماعة. اقعد قرب شوية عشان ما توقعش. ايه رأيك؟ واحدة كمان؟ انت هتاكل الصينية كلها وتقول لي واحدة كمان؟ هدوق الممبار بقى انا. والله العظيم الممبار مهري، مش مستوي بجد، ده دايب. مستنيينكم كلكم. طب دوق ده كده. مم. كرشة طعمها خطير. التكة اللي قلت لكم عليها بجد طلعت تحفة. ايه اخبار الممبار؟ الصراحة الاكل تحفة. مستنيين كل اصحاب طقطق ومشمش عشان يجوا ياكلوا معانا. هنسيبكم احنا بقى ونكمل اكل لحسن طارق مش مستحمل. مع السلامة.